النهاردة هنتكلم عن أعظم اختراع في التاريخ، ألا وهو جروب العيلة على واتساب، اللي هو بالمناسبة مش مجرد جروب، ده كيان مستقل، دولة لوحدها. دايما بيكون فيه قوانين غريبة وأبطال ما بتتكررش. خلينا نروح لبداية اليوم. أول ما تصحى الصبح تلاقي 59 رسالة، تقول يا نهار أبيض مين مات؟ تدخل تلاقي خالتك منزلة 14 صورة، كلهم صور ورد وجمعة مباركة، وتلاقي عمتك عاملة فوازير دينية والناس كلها بتقول لها أمين أمين أمين. ولا لما تسأل سؤال بسيط تكتب السؤال بكل بساطة، حد يعرف الدكتور اللي خالتي راحت له مثلا؟ تدخل مامتك بكل أريحية تقولك هو أنت بتسألني أنا آخر حد يعرف حاجة في الجروب ده. داخلة خالتك وراها على طول تقولك ادخل لي خاص وأنا أقولك. طب ما تقولي، امال احنا عاملين الجروب ده ليه؟ هدخل لك خاص اعمل ايه انا يعني؟ تيجي عمتك بقى في الاخر وتقول لك هو الدكتور اللي في الحي 10 ولا اللي في الحي 11؟ معقولة؟ بجد؟ والمشكلة الأكبر هي صور جروب العيلة أو صور خروجات العيلة. ليه دايما خالتي تنزل الصور العيال فيها مش باينة؟ يعني صورة مهزوزة، الإضاءة مصفرة، العيال مش طالعة، حتى حاطط إيده على وشه. والمشكلة إن إحنا لازم نكتب ونعلق عليها. يعني أقول لكم إيه؟ ما شاء الله بجد. ولا جدك ده الوحيد اللي مسموح له يكتب بصوت عيان. أيوة صوت عيان. خليه يقول صباح الخير، ما هو راجل كبير بقى لازم يكتبها وكأنه بيكتب وصيته الأخيرة. اكتب لك في آخر الرسالة سامحوني لو قصرت معاكم. قصرت معانا في إيه يا جدي؟ ادخل نام الله يبارك لك. وفي النهاية هنوصل لأن جروب العيلة ده حاجة من حاجتين: ما تضحك عليه بدون أسباب وما تقولش أنت بتضحك على إيه، يا إما تسيل دموعك وأنت بتشوف 43 رسالة عن فوائد الجنزبيل. بس هنرجع نقول في النهاية كله بيحصل. متنسوش تتابعونا على تيك توك ويوتيوب وانستجرام وفيسبوك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا واستنوا الحلقات الجديدة.